معانا النهاردة حساس غريب ومنظومة غريبة في الأكتروس MP4. هي مش غريبة بالنسبة للناس اللي شغالة في الأكتروس، لكن اللي شغال في الأكتروس MP3 كان فيه نفس السيستم ده، بس على إيه؟ فيه شوية تعديلات كده. كان في عندنا حساس اسمه RLS. حساس ال RLS اللي هو ده الموجود فين؟ بيكون موجود عندي على الإزاز، أو بيسموه البربريز عندنا في مصر، الزجاج الأمامي. ده حاجة تانية غير الكاميرا، ده حساس بيسموه RLS، اختصار ايه؟ Rain and Light Sensor. Rain Light Sensor، Rain مطر ولايت ضوء سنسور. الحساس ده بيقرا ضوء وبيقرا مطر. من اسمه كده اقدر اتعرف على وظيفته. الحساس ده لو في مطر بيعمل ايه؟ بيشغل المساحات اوتوماتيكيا، تمام. ولو في ضلمة او الدنيا النور اضاءة ضعيفة، دخلت نفق ولا حاجة، بيعمل ايه؟ بيخلي الانوار الامامية تشتغل مباشرة عن طريق المنظومة اللي احنا شايفينها قدامنا دي في الصورة بتاعتنا، تمام. طبعا ده دراع، اللي هو ايه؟ الدراع الشمال بتاع ايه؟ الاشارات وبتاع المساحات والقصة دي كلها، تمام. وداخل معايا في النور برضو. هنا عندي موتور، عندي اتنين موتورز. هنا في حاجة اسمها ام 15 وام 16. ام 15 ده اللي بيحرك المساحات، ده بيحرك المساحات. ده موتور المية اللي مسؤول عن ضخ المية من القربة اللي هو اللي هو البخاخات الموجودة عندي هنا على الإزاز عشان أغسل الإزاز، تمام. وإيه ده كمان؟ ده مفتاح النور. موجود فين؟ موجود هنا في الجنب الشمال في نفس المكان تقريبا في العربيات الام بي 3. والراجل ده اللي هو ايه؟ الكونتاك او الاي اي اس كنترول الكونتاك. يبقى عرفنا ده دراع الانوار، هنسميه دراع الانوار، وداخل معايا فيه المساحات. وده موتور المساحات نفسها، الميكانيزم بتاع المساحات. ده موتور المية بتاعت المساحات. ده مفتاح النور. ده الحساس نفسه اللي بنتكلم عنه النهارده، وده اللي هو الكونتاك بتاعي. والاي 7 ده احنا كنا بنسميه في الموديلات القديمة جي ام، هنا بقى اسمه اس سي اي. الاس سي اي ده هو المسؤول عن الفيوزات وفي نفس الوقت الانوار الاماميه في موديلات الام بي 4. وداخل معايا هنا كنترول ام اس اف اللي هو بتاع السويتشات، او بنسميه الماستر سويتش. ليه؟ لان هنا الدراع ده الاشاره بتاعته بتوصل للماستر سويتش الاول، بعدين منه للاس سي اي من خلال الكام باص، تمام. طب الحساس ده اشارته رايحه لمين؟ رايحه للاس سي اي. يعني انا عندي ممكن اشغل المساحات من الدراع ده من خلال اللينك بينها وبين الام اس اف لحد الاس سي اي، او الراجل ده بيبعت اشاره للاس سي اي يقول له الدنيا دلوقتي ضلمه، احنا دخلنا جوه نفق، فبالتالي بيدي اوردر لمين؟ بيدي اوردر للراجل ده. زي شايفين السهم ايه؟ السهم ده على فكره ليه حكمه. يعني احنا شايفين السهم عامل ازاي؟ طالع من تحت لفوق، يعني طالع من كنترول رايح للموتور، معناها انه بيدي اوردر للموتور. طب هنا معناها ان رايح من الحساس للكنترول، تمام. يعني الحساس ده مجرد بس بيدي اشارة او بيبلغ الكنترول بتاعي ان انا عندي في قطرات مية على الزجاج الامامي، فبالتالي يدي اوردر للمساحات. طب لو انا عندي الدنيا ضلمة ودخل جوه نفق، يدي اوردر لمين؟ للانوار الامامية، يشغل الانوار الامامية، تمام. فعندك يا اما مفتاح النور. طبعا مفتاح النور هو طبعا هنا مش رسمه معايا في الدايره بتاعتي. مفتاح النور برضو واصل على الام اس اف. يا اما هشغل من مفتاح النور للام اس اف للاس سي اي، او الكنترول او الحساس ده هو اللي هينظم دي القصه دي كلها، ينور العربيه لوحدها ويشغل المساحات اول ما يحس ان في قطرات ميه على الزجاج الامامي. فده بالنسبه لنا يعني شرح بطريقة بسيطة جدا موضوع ال RLS. يبقى دي فيشة صغيرة كده، ايه، لو انت ممكن جنب الكاميرا كده تلاقي فيه سلكة صغيرة كده طالعة بفيشة صغيرة بتركب عندي على الحساس اللي هو ايه ال 81 ده. وفي عربيات ما فيهاش الحساس ده على فكرة، يعني مش كل العربيات عندنا فيها الحساس، لا، في عربيات ما فيهاش حساس. يبقى انت عند التحكم كله مانيوال، اللي هو انت بتحرك الدراع تنور، تحرك مفتاح النور تنور. لكن الراجل ده مش موجود عندي في الدايرة. ده شرح بسيط جدا عن المنظومة دي. ان شاء الله هنعمل كل يوم كده يعني على حسب والله الوقت، يعني حسب الكورسات اللي عندنا. شغالين كورسات دلوقتي حاليا، فأغلب وقتنا لتجهيز المادة العلمية للكورسات والشرح بتاع الكورسات. فبحاول يعني آخد وقت كده عشان برضو نعمل فيديوهات على القناة، والناس إيه
تستفيد من القناة بإذن الله. هنحاول مثلا برضو كل شوية يعني حسب الوقت. والله أنا الفيديو هنا عارف إن هو المعلومة بسيطة جدا، بس الحاجات كل ما تكون المعلومة أكبر بتاخد مني مجهود أكبر ووقت أكبر. فعشان الكلام ده مثلا ده فيديو مثلا ممكن ياخد مني نص ساعة، في حاجات محتاجة يوم كامل عشان أقدر أحضر الفيديو بتاعها بالصور بالبيانات الكاملة عشان ننقل المعلومة بشكل صحيح. احنا يهمنا طبعا المعلومة توصل بشكل صحيح عشان الناس تستفيد منها، وميبقاش في أي خطأ أو يحصل ضرر في عربيات بسبب المعلومة بتاعتنا لو احنا مش متأكدين منها. تمام. أتمنى طبعا الناس اللي أول مرة تتابعنا يشترك في القناة. اشترك في القناة، هتلاقي فيه الزرار الأحمر ده دوس عليه اشتراك، وفعل زر الجرس. ولو في أي ملاحظة علق تحت في التعليقات. ولو الفيديو عجبك برضو اكتب لنا كده حاجة تحت في التعليقات عشان ايه نتشجع إن شاء الله نعمل فيديوهات جديدة عن الشاحنات. وبنحاول إن احنا ننوع برضو في الشاحنات عشان الناس ما تملش مننا وتفتكر إن ايه الأكتروس بس، لكن الحاجة اللي الواحد يشتغل فيها وبيحبها هي أكتر حاجة ممكن يشرح عنها فيديوهات.